نعمل اد تاني، ندوس كريت اد اهو من هنا. المره دي ايه؟ كاتالوج، عشان اوريكم برضو شكل الكتالوج بيبقى عامل ازاي. وطبعا عشان اختار كتالوج لازم ابقى انا عامل كتالوج، فبدوس كتالوج اهو، ادفانتج بلس كتالوج. بعد كده ممكن اختار شكل الكاروسيل، طبعا ميديكال مارت هو الويب سايت متثبت. ده اسم الكتالوج بتاعي، انا مسميه شوبيفاي برودكت كتالوج. لو دوست هنا هلاقي دي بقى ايه؟ فلترز انا كنت عاملها، كل حاجه لها دعوه بالستات او الومن. تعالوا نشوف موضوع الكروكسات. اختار كلمه كروكس دي، انا مسيبها محدش يقلق، هقول لكم بتتعمل ازاي. حد قبل كده شاف شكل الاعلان ده؟ بيبقى شكله عامل كده، تدوس عليه يوديك ويب سايت. حد عارف الحوار ده يا شباب؟ حد مر بيه قبل كده؟ اكيد كلنا اشترينا من على ميتا. تدوس على شوب ناو يوديك على الويب سايت تشتري. انا كده عاملها سنجل ايمج. طب لو خليتها سلايد شو ايه اللي هيحصل؟ لان الشكل هنا برضو اتغير، هنا بقت كلها بتلف، يعني شكلها يعني شويه اتغير. ثانيه هوريكم عشان ممكن تبقى محتاجه ريفرش. ده شكلها على الانستجرام. بصوا هنا بتعمل ازاي لوحدها، فيها افكتس، شكلها بتغير من غير ما العب في اي حاجه. طيب الهيدلاين تعالوا اجيب لكم هنا عشان يبان اكتر. تيجوا نختار البراند. هنا براند، بصوا هنا ايه اللي هيظهر؟ ستوك اوتلت، براند شوز. ده ستوك اوتلت، براند شوز، دي كلها اسماء البراندز اللي انا جايب منها. طب بلاش ده، تعالوا نجيب حاجه تاني. تعالوا ندوس على الديسكريبشن. بص الدنيا هتختلف ازاي. بص الديتيلز بقى، لوك ديتيلز انكريدبلي مش عارف ايه لايت كروكس، وات هابنز وين يو مش عارف ايه، ذات فيلينج يو ان يو مش عارف مين. طيب الكلام ده انا جبته ازاي؟ قلت لكم ان الكتالوج ده انا ببقى رابطه بالويب سايت بحاجه اسمها فيد. بقى باخد حاجه اسمها فيد، والفيد ده بيبقى على الويب سايت فيه المنتجات كلها، الشكل، الديسكريبشن، الاسم، السعر. صح؟ انا مش قلت الكلام ده؟ ان الديفلوبر بيبقى رابط كل الكلام ده على الويب سايت، وانا بسحبه من حاجه اسمها فيد، الكتالوج ده من الويب سايت، فانا عندي اكسس على الويب سايت. عرفت اجيب السعر، غيرت هنا في الهيدلاين خليته السعر. طب انا عايز اشيل كل الكلام ده وعايز اكتب مثلا ايه؟ الحق العرض كوبي باز الكميه. بصوا ايه اللي هيظهر. انا دلوقتي عملت ايه؟ ويب سايت ترافيك، حاجه من جوه ميتا لبره ميتا.